بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير ويجعل ايامكم كلها خير، اللهم امين يا رب العالمين. النهارده معانا فيديو جديد وفيديو متميز من محلات بوسي. محلات بوسي يا جماعة من المحلات الجميلة والعريقة في اسماعيلية، اللي هي يعني بتورينا اجمل حاجة واشيك حاجة لست الكل، سيدتي الجميلة. طبعا محلات بوسي كلها طبعا يعني علم في الموضة وفي المكياج، في الاكسسوارات، في ادوات التجميل، مستحضرات التجميل العالية، كل الحاجات اللي تخص المرأة، والنظارات والبرفانات والعطور، كل الحاجات الجميلة ان شاء الله هتعجبكم معانا في محلات بوسي. محلات بوسي يا جماعة حاجة جميلة جدا متميزة جدا، يا رب تعجبكم كده وتنور رضاكم. هندخل المحل دلوقتي وهنشوف كل حاجة فيه من الحاجات الجميلة المتميزة في اسماعيلية. طبعا انا بحب اجيب لكم كل جديد وكل متميز معايا، وان شاء الله يعجبكم الفيديو وينور رضاكم. احنا هندخل دلوقتي على المحل. بسم الله ما شاء الله، حاجة جميلة جدا وحاجة اكتر من رائعة، وان شاء الله يعجبكم الفيديو وينور رضاكم وتنبسطوا من محلات بوسي معانا اللي بتقدم لكم كل جديد وكل متميز في عالم الاكسسوارات وعالم البرفانات وعالم المكياج. وان شاء الله باذن الله يعجبكم الفيديو وينور رضاكم باذن الله. زي ما انتم شايفين كده المحل يعني قمة في الذوق والشياكة والنظام والروعة. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام. ازيك يا حبيبتي، عاملة ايه؟ عايزة تقولي لنا الاول اسم المحل والعنوان لو سمحتي. محل بوسي في ميدان الممر، ميدان العربي الممر. بتاع العصير في الممر. تمام، الاسماعيليه ميدان الممر جنب العربي بتاع العصير اللي في الممر. المحل عمره قد ايه؟ 11 سنه. انت قلتي لي شغل في المكياج والبرفانات والاكسسوارات 11 سنه. يعني يا جماعه بصوا، يعني حاجه كده يعني خبره كبيره. 11 سنه يعني مش بنتكلم عن حاجه كده عابره، لا ده تاريخ واسم، و11 سنه مش سهلين يعني. ربنا يكرمك يا رب ويحفظك يا بنتي يا رب ويبارك لك، اللهم امين، ويكون لك فرع واثنين وثلاثه وعشرة ومية ان شاء الله، مش في اسماعيليه بس، في مصر كلها والوطن العربي باذن الله. باذن الله بتمنى لك مزيد كده من التقدم. وتعالي بقى نتكلم شويه عن المكياج بقى بتاع البنات الحلوين دول، وتحكي لي بقى قصه المكياج دي. انا شايفه حاجات غريبه، يعني انا مش عارفه اقول لكم ايه، حاجات غريبه وكتير يعني. مش عارفه يعني البنات اما بيجوا ينقوا المكياج بينقوا على اساس ايه، او ايه الدنيا، او ايه المنتجات؟ على اساس اولا طبيعه البشره، نوعها ايه، وبعدين اللون، وبعدين هم بيحبوا الفول ميك اب ولا بيحبوا الميك اب الناتشورال الطبيعي. بس بعدين بقى بنبدا نختار الالوان بقى على حسب هي لابسه ايه، بتحب ايه، الالوان اللي بتفضلها كده. يعني انا دلوقتي اما هنبدا نحط مكياج، اول حاجه بشوف نوع البشره، بشره دهنيه، بشره جافه كده، مختلطه، بنشوف نوع البشره. تاني حاجه لون البشره، درجتها ايه، درجه اللون بتاع البشره، الجلد ايه. بعدين اللوك اللي العميل بيحبه بقى، بتحب طبيعه الميك اب بتاعها يبقى شكله ايه. طبعا في ميك اب، انا اسمع يقولوا دايما ميك اب ارتست. ايه ميك اب ارتست؟ ميك اب ارتست دي شخص اللي هو الشخص اللي بيطلع العرايس، هو ده الميك اب ارتست. لكن ملوش علاقه بالميك اب. لا، الميك اب ارتست دي بتشتري ميك اب عشان تطلع العرايس بطريقه بروفيشنال. دي يعني ملهاش منتجات معينه مخصوصه للحاجات دي. اي شخص بيعرف يطلع ميك اب حلو ده اسمه ميك اب ارتست. تعرف تعمل ميك اب للعروسه حلو، دي اسمها ميك اب ارتست. لكن تحط بقى الانواع اللي هي عايزاه. اهم حاجه تشتري انواع نظيفه. ده طبعا فن وعالم، موضوع تاني بتاع الميك اب ارت. موضوع تاني ملناش فيه دلوقتي، احنا خلينا في المهم في المكياج. ايه احدث بقى منتجات في المكياجات؟ كل يوم في كخبره بقى، كل يوم في جديد، كل يوم في جديد. المهم انت تستخدمي الجديد وتوفقي القديم ازاي. المهم انت تطلعي منه اللي انت عايزاه ازاي بس. لكن هو كل يوم في حاجات احدث من اليوم اللي قبله. يعني انا دلوقتي اول ما ببدا بحط ايه؟ برايمر. ايه نوعه؟ انواع كتير برايمر. مثلا لو هنتكلم على افضل الانواع، في لوريال وفي بيبي سكين. تمام. طيب بعد الباودر وبعد بعد البرايمر بنحط فاونديشن.
وبعد الفاونديشن بنحط باودر. ايوه. وبعدين بقى بتحطي كونسيلر. ده اللي هو اللي بتقولي عليه ده الفاونديشن. ده الفاونديشن. خليكوا احفظوا عشان انا ما بحفظش كتير. وده انواع دي هنا بقى في ده برضو نفس الفاونديشن، وفي لوس باودر وفي باودر كومباكت. ما شاء الله ما شاء الله عليكي حافظه ما شاء الله. طبعا مجال بقى وعالم. طب وبعد ما حطينا بعد ما خلصنا البيس بتاع البشره كده بنحط بقى الروجاجو، بنحط الماسكارا، بنحط الروج، بنحط الشادو، الكحل، الحاجات اللي هي بقى هتدي الشكل الجميل. الروج بقى احلى حاجه فيه، اشيك حاجه بقى والحاجه الجميله الالوان النود كلها، النود على بني والنود على كشمير، دي من الحاجات الشيك قوي اللي ما بتبطلش اصلا، يعني مهما طلع عليها الوان هي ثابته. يعني انا مختار. طب اللي يقولوا عليه المط، المط ده حلو، بس يعني خلاص بدأ بقى حاجه اسمها جلوسي، هي اللي طالعه احدث من المط. طب المط راح عليه خلاص. ممكن تشاوري لي فين الجلوسي؟ ده كده جلوس. بصوا ده الجلوسي ده بقى بيثبت، ده بيفضل كده ما بيتمسحش، والميه ده ما بيروحش في الميه. لا بيفضل كده، بيفضل ثابت وبيلمع ما شاء الله. عايزه اقول لكم، طب وايه الحاجات بقى اللي بتلمع قوي دي؟ ايه الحاجات اللي بتلمع قوي دي؟ طبعا يا جماعه زي ما انتم عارفين المكان مليء بكل حاجه جميله وشيك جدا. في بقى اطقم هنا عجبتني بقى في الساعات، معاها انسيال وحاجات بصراحه يعني تاخد العقل زي ما انتم شايفين كده. اتفرجوا بقى ومعاكم الكاميرا كده دقيقتين تتفرجوا على شويه الساعات الجميله دي. بصوا الطقم عامل ازاي، الساعه والانسيال. بصوا شوفوا بقى الحاجات الجميله كده وانبسطوا معانا ان شاء الله باذن الله. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. ساعات جميله ورائعه جدا، اذواق والوان واحجام وكل حاجه، كله متوفر وكله متاح، وان شاء الله يعجبكم كده وتنبسطوا. بصوا الشياكه، ذوق بقى ايه يعني، حاجه تحف. رجالي وبناتي يعني الاثنين موجودين، رجالي وحريم. ايوه زي ما انتم شايفين. بصوا ما شاء الله ما شاء الله، حاجه اكتر من رائعه وجميله جدا. ده علم الساعات. ندخل بقى على علم النضارات. زي ما انتم شايفين نضارات من جميع الاذواق والاشكال والاحجام والحاجات الجميله اللي انتم شايفينها دي. عايزه اقول لكم ان كلها بسم الله ما شاء الله نضارات اكتر من رائعه واذواق عاليه جدا. على حسب الوش بتختاري النضاره بتاعتك، اذا كان وشك مدور او طويل او وشك مربع، وشك نحيف او مليان، بتختاري النضاره بتاعتك على ذوقك يعني. وطبعا لو انت هتختاري حاجه مع اللبس بتاعك، شوفي ايه اللبس اللي انت هتلبسيه، برضو كل حاجه بتكون مناسبه مع الحاجه. وان شاء الله كده يكون عالم النضارات انبسطتوا منه. ندخل بقى على عالم البرفانات. عالم البرفانات الجميل اهو، بسم الله ما شاء الله، ربنا يكرمهم يا رب. عندها كميه عاليه قوي من البرفانات الجميله والاذواق الحلوه جدا والعاليه جدا زي ما انت شايفه. تعمل لك بتلفلك طبعا البرفان بتاعك لو انت عايزاه على هيئه هديه زي ما انتم شايفين كده، بتعملهولك زي ما انت عايزه. وفي مجموعات بقى جميله جدا، مجموعات كامله زي ما انت شايفه كده بتقدمها لك برضو اهي، حاجه جميله جدا واكتر من رائعه. طبعا تكمله بقى لعالم النضارات، معلش عشان انا ما خدتش بالي ان في جزء تاني للنضارات. حاجات جميله جدا. بصوا النضارات دي بقى يعني حاجات اللي هي ايه يعني الواو قوي يعني، ان شاء الله تنبسطوا زي ما انتم شايفين كده. كلها نضارات جميله وشيك جدا، بتناسب كل وش وكل عمر زي ما انتم شايفين. المكان جميل يا جماعه، بوسي مكان جميل جدا يعني، متميزه جدا، ربنا يكرمها يا رب. كل حاجه عندها بسم الله ما شاء الله يعني جميله، واسعارها حلوه يا جماعه بالنسبه للبنات اللي هي ايه بتدور على السعر كويس يعني. خلي بالك هتلاقي هنا اسعار حلوه مش غاليه ولا حاجه، وهتنبسطوا ان شاء الله.
نرجع بقى لعالم الاكسسوارات. طبعا الاكسسوارات دي عالم تاني وعالم جميل جدا. اتفرجي حضرتك، بصي كمية هايلة جدا من الانسيالات والاكسسوارات الجميلة اللي تحطيها في ايديكي وتزين ايديكي وتخلي شكلها جميل اهي. حاجات جميلة وما بتبيضش يعني ولا لونها بيغير، لا بتفضل زي ما هي. اتفرجي اهو، جايبه لك كل حاجه اهو ان شاء الله تعجبكم. بصوا الحاجات دي، شايفين؟ ان شاء الله العرض كده يعجبكم وتنبسطوا منه وتكونوا انبسطتوا معانا. الاكسسوارات يا جماعه بتدي برضو ذوق حلو وشياكه للواحده، وتبقي حاسه كده بانوثتك وانتي لابسه الحاجات الجميله دي. طبعا ما تهمليش نفسك في البيت وكده، حاولي ان انت تكون عندك مجموعه من الاكسسوارات المناسبه ليكي واللي في نفس الوقت تديكي كده شكل جميل وحلو، وان شاء الله تنبسطي باذن الله معانا مع محل بوسي. كميه هنا من الحلقان زي ما انت شايفه كده، وهنا بسم الله ما شاء الله كميه هايله قوي من الخواتم الجميله اهي. اشكال بقى واحجام والوان، كل حاجه اللي تحبيها موجوده ان شاء الله ومتاحه، مفيش حاجه مش متوفره، كله جميل واذواقها عاليه جدا. ربنا يسعدها يا رب ويبارك لها، اللهم امين اهو. وهنا برضو بقيه النضارات متميزه جدا في عالم النضارات يا جماعه، عندها كميه حلوه اهو، عندها كمية هايلة قوي من النضارات زي ما انت شايفة اهي. بحب اجيب لك كل جديد وكل متميز اهو. عندها كمية جميلة جدا يا جماعة من النضارات والحاجات التحفة قوي والواو اللي هي تعجبك يعني. كل ما تحبي تغيري تيجي بقى تختاري الموديل اللي انت عايزاه والنضارة اللي انت تحبي تلبسيها. ان شاء الله باذن الله يكون معانا كده فيديو حلو وتكونوا انبسطتوا معانا. كمان بقى الاكسسوارات اللي هي بقى بنستخدمها السلاسل والجنازير والعقده والحاجات اللي انتوا بقى عارفينها، كلها حاجات جميله جدا يعني بجد تاخد العقل وممتازه جدا. والعرض بتاعها جميل جدا يا جماعه ومتميز، بتجيب خامات الماتيريال بتاعها عاليه واشكال جميله وحلوه ان شاء الله باذن الله تعجبكم اهو زي ما انتوا شايفين. هي مزينه مكانها والمكان حلو قوي يا جماعه والله، حلوه ياخد العقل زي ما انتوا شايفين كده. والكريمات بقى ومستحضرات التجميل والغسول، غسول المكياج وكل حاجه جميله جدا يعني ما شاء الله. وطريقه العرض بتاعتها بسم الله ما شاء الله جميله جدا تاخد العين يعني. وفي عندها هدايا بقى، لو انت حابه تاخدي لحد يخصك هديه حلوه تقدري تاخدي الهدايا اللي انت عايزاها باسعار حلوه ان شاء الله تنبسطي منها. وهنا بقى قسم البرفانات الحريمي، القسم بقى الجميل ده والشياكه بسم الله ما شاء الله. عندها كميه هايله جدا من البرفانات باسعار طبعا زي ما انتم عارفين مش غاليه، اسعارهم حلوه ربنا يكرمها يا رب اهو. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. لا مش هعرف اتحرك، خليكي بسم الله ما شاء الله يعني حاجه جميله جدا وممتازه، يا رب تعجبكم ويعجبكم العرض وتنبسطوا منه ان شاء الله. ما شاء الله بسم الله ما شاء الله، يا رب يوفقها بوسي يا رب ويسعدها اللهم امين زي ما انتم شايفين. لو انت عايزه تيجي بقى تاخدي هديه لحد متوفر، عايزه تجيبي ليكي حاجه لخطيبك حاجه لزوجك حاجه زي ما انت عايزه، كل حاجه متوفره في رجالي وفي حريمي وكل حاجه بسم الله ما شاء الله تتكلم عن نفسها، ما فيش حاجه يعني المحل كله ياخد العقل زي ما انتم شايفين كده. يا رب كده اكون وصلت لكم فيديو جديد وفيديو متميز وانبسطتوا معانا اهو. بصوا شايفين الحلقان الجميله وادوات المكياج كمان، في مجموعه من ادوات المكياج هنا، الفرش البرش اي نوع انت عايزاه موجود اهو، واي حجم انت عايزاه متوفر، وان شاء الله يكون نال رضاكم الفيديو وعجبكم وانبسطتوا منه ان شاء الله.
كان معاكم هند السباك من قناتي هند السباك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم، سلام عليكم.